الفيديو بتاعنا النهاردة كان عشان خاطر الجميل اللي انتوا شايفينه ده. ايه ده؟ خليكوا لاخر الفيديو وانتوا تعرفوا ايه دوت. كملوا الفيديو. عايزه اقول لكم على ما جيت اقدمه لكم اخر الفيديو ما كانش هما دول، كانوا خلصوا. حاجه كده بغاشه، طعمه تحفه وما فيهوش سفق خالص. السفق بتاعه حاجه صغنونه خالص، ما لا تذكر. يعني لو كلتوه دلوقتي كده وهو سخن زي ما انتوا شايفينه كده اكنكم بتاكلوا جمبري، اكنكم بتاكلوا جمبري. ما فيهوش سفه ولا في اي حاجه في اي حاجه. يلا خشي على مطبخ رودي لكل شيء وشوفي الفيديو الجميل ده، وشوفي الطبق الحلو اللي شكله يفتح النفس دوت على الصبح اتعمل ازاي. مطبخ رودي لكل شيء على اليوتيوب. شايفه؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة السلامة. اللي قدامنا ده ايه؟ تعبان. اعوذ بالله من التعابين. ده سمك، تعبان سمك. رماس قعدت تزن تزن تزن، كنت رايحة اجيب سمك بصراحة بولتي او قراميط او اي حاجة نعملها، فلقيت التعابين ديت. فايه اهي زي ما انتوا شايفين كده عمالة تلعب اهيت في السمك او في التعبان السمك، عماله تلعب فاكراه لعبه. قالت لي يا ماما انا عايز اكل وادوق ومش عارفه ايه وكده. قلت لها ما فيش اي مشكله يا رماس، تعالي نجيب ايه نص كيلو حتى نجربه. فبصراحه ربنا جبت النص كيلو وقلت اما نيجي نعمله كده معانا على القناه واشوفكم واعرفكم ده بيتسلخ ازاي وبيتعمل ازاي وبيتحمر ازاي وكل حاجه التفاصيل كلها. خليكي معايا ما تروحيش بعيد وانا اقول لك ده بيتعمل ازاي بالظبط. بصي جميل جدا وشكله في منتهى الروعه وطعمه كان اكنك بتاكلي جمبري. عارفه يعني ايه جمبري؟ استاكوزا، حاجه كده فخامه الفخامه، يعني طعمها تحفه تحفه تحفه. تعالي بقى اروح احطهم انا في طبق دلوقتي وهسلخ نصهم، هسلخهم كلهم واسيب لكم اتنين نعملهم مع بعض. يلا بينا. اه انا حطيتهم هم في الطبق زي ما انتم شايفين كده، سبت لكم اتنين بس نسلخهم مع بعض. بعد ما اتسلخ ده، بعد ما اتسلخ السلخ بتاعه سهل جدا وتنظيفه سهل جدا وما فيهوش اي فكسات ولا اي تعليقات ولا اي حاجه خالص. سهل جدا زي ما انتم شايفين. بص بقى، بتيجي عند الراس كده ايه بتقشريها من الجنب ده ومن الجنب ده لحد ما تقطع قدامك زي ما انت شايفه كده، وبتشديها مره واحده اهي، بتسلخيها مره واحده اهي. طبعا تعملي الحوار ده تحت الحنفيه يكون افضل واحسن. ليه بقى؟ عشان ايديكي ما تزفلطش. بص ايدي كانت مزفلطه، بتاعتي كانت مزفلطه، فلو كان تحت الحنفيه كانت هتخلص مني بسرعه. جميل جدا وبتفتحيه زيه زي السمك بالظبط من قلبه من جوه لحد. طبعا السمك عندنا يبقى فيه حته في النص كده من تحت، بتدخلي كده بالمقص او بالسكينه وبتفتحي اهي. بصي اهي الحته دي كده بتجيبيها من تحت بقى خالص، بتروحي فتحاها ومنضفاها تنظيف تمام وجميل. بصي اهيت. تعالي بينا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهل سيدنا محمد عليه افضل الصلاه وازكى التسليم. انا عايزه اقول لكم والله العظيم يعني مش من غير حلفان، كان طعمه جميل جدا 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 وتحفه. انا ما كنتش جايبه كتير، كنت جايبه كميه بسيطه صغيره كده. قلت ايه هجربه. انا جبته مره قبل كده وعملته بس ما عجبنيش وما عجبش العيال، فقلت ايه هجيبه تاني ربما ايه يعجبهم المرة دي. بصراحة لما جبته عجبني وعجب الشباب عندي، يعني قالوا يا ماما طعمه حلو جدا. وعلى فكرة لو هتاكليه من على النار على طول وهو سخن هيبقى مقرمش كده ومفهوش لا سفة ولا في اي حاجة خالص، ولكن لو سبتيه هتحسي بالسفة بتاعه وانت بتاكليه لما يكون برد. لكن بصوا هو سخن كان طعمه حلو جدا محمص كده ومش عايزة اقول لكم بجد يعني نفسي راحت له تاني صراحة يعني. بص اخلعي الراس، عايزه تشيل الراس بتاعتها شيليها، مش عايزه تشيلها عايزه تسيبيها سيبيها. انا بصراحه ربنا شلت الروس كلها وقطعتها زي ما انتم شايفين كده، فتحتها قدامكم بس كده اهي. تنظيفه زي تنظيف السمك بالظبط، بس ده يختلف انك انت طبعا بتشيل الجلد بتاعه. حلو. يلا انا شطفته زي ما انتم شايفين كده وغسلته حلو زي ما انتم شايفين كده. طبعا ما ينفعش دول ما يكفوش، دول سمكتين صغنطتين كده كان طبة الميزان بس سمك البولتي.
جبت طبعا سمك بولتي لان التعابين ما كانش هتكفي. مسكت طبعا نضفته وخليته زي الفل زي ما انتم شايفين كده، وبشقه من الشمال ولا اليمين، من هنا ومن هنا، عشان ايه؟ التتبيله ايه تبقى جواه كده وتبقى طعمه حلو، عشان التتبيله تخش في اللحم يعني وتبقى طعمها حلو. واخده بالك؟ يلا ادي الطبق اللي فيه التعابين والطبق اللي فيه السمك. بص هنا كمون وهنا كمون وهنا ملح وهنا ملح، تمام. هنا شويه خل وهنا شويه خل وهنا نص ليمونه وهنا نص ليمونه، وهنركنهم جنب مننا نص ساعه، تمام، او ساعه. لا حاجه بسيطه يعني عشان الزفاره وكده. وتعالي بقى نعمل ايه التتبيله بتاعتها الجميله دي، او الخلطه الحلوه اللي كانت مفحفحه في قلب الشقه دي. كانت مش عايزه اقولك دوت شويه توم، دي راس توم. مسكت راس توم قشرتها حلو جدا وشطفتها كمان، ومسكت قرنين 3 فلفل كده خرطتهم زي ما انتم شايفين. طبعا عندك كبه اوكي، ما عندكيش كبه مفيش مشكله. هنا معلقتين ملح حلوين، معلقتين كمون، وديت معلقه بصي عارفه ايه؟ عارفه بهارات السمك؟ انا حطيت بهارات السمك، وحط معلقه شطه وبس. يعني هي ملح ومعلقتين 2 كمون عشان هي بتحب الكمون طبعا، معلقتين ملح ومعلقتين كمون ومعلقه بهارات السمك، تمام، ومعلقه شطه. انا ما حطيتش شطه كتير. بصي بقى، ما عندكيش كبه وعندك الهون الجميل بتاع زمان ده اهو، تعالي بقى ندقه في الهون كده ونخلصه حلو زي ما انتم شايفين كده. نزلت بالهون كده، خلصته كله بق ميه صغننون كده، حطيتهم في الهون وربيتهم كده، نزلتهم على الايه في الطبق. نزلت بمعلقه خل، ونزلت بليمونه، نزلت بليمونتين مش ليمونه واحده، نزلت بليمونتين زي ما انتم شايفين كده، وقلبت الخلطه الجميله دي. الخلطه دي تحفه جدا وكانت ريحتها حلوه. السمك مش عايز اكتر من كمون وملح وشطه وكزبره ناشفه وبهارات السمك. ايوه وكزبره ناشفه، نسيت اقول لكم كزبره ناشفه، حطيت كزبره ناشفه. يلا قلبتهم حلو، ومسكت طبعا الجميل الحلو التعابين بتاعتنا ديت، وليطتها كده في قلب التتبيله زي ما انتم شايفين كده اهيت. شلتها من الميه. يلا اهي كده حلوه اهي، بصي زي ما انتم شايفين كده تحفه وريحتها حلوه قوي قوي. يلا ركناها على جنب، وجبنا السمك الكبير بتاعنا البلطي الحلو دوت، تبلناه رخر. ايه رايكم؟ يلا حاجه كده على الماشي كده، اكله بسرعه كده. يلا تعالوا بينا على البوتاجاز بقى اوريكم الرز بيتعمل ازاي، رغم ان انا عملته قبل كده، ولكن تعالوا نعمله تاني مع بعضين. نزلت بمعلقه سمنه، ونزلت بخيط زيت بسيط كده، تمام، وبصلايه حلوه كده واموره كده، بصلايه كبيره بصلايه صغيره. اعملي الرز بقى على قد العائله اللي عندك، يعني شوف انتوا قد ايه كام نفر بتعملوا رز قد ايه كده. انا عملت بصراحه كيس رز، بما ان مفيش رز سايب بقى وكله اكياس. كيس رز دوت يعني كيلو رز حلو. كيلو دول عملوا معايا 3 كوبات اللي هي الاستانلس. مسكت البصلايه زي ما انتم شايفين، قطعتها حلو كده وخرطتها حلو، وسبتها على النار لحد ما تدي اللون اللي هو داخل على بني تقيل مش سمار. طبعا ما سبتهاش لما اتحرق زي ما الناس بيحرقوها، لا، بصي يا دوبك بصي حمران بسيط ما اتحرقتش. نزلت ب3 كوبايات ميه، نزلت بباكو شوربه، وديت كركم، وديت معلقتين ملح، ماشي، وديت برضو بهارات الايه، بهارات السمك. نزلت بمعلقه بهارات السمك حلو. وادي الميه غلت زي ما انتم شايفين، ونزلنا بالرز وركنت الرز على جنب لما تشرب وتشمع وتظبط وتبقى 100 100. تعالي بقى اقول لك نعمل ايه بقى في الدقيق بتاعنا. دي معلقه، نص معلقه بيكنج باودر، ماشي، ودي برضو كمون، وديت كركم، وديت مع نص معلقه ملح، ملح بسيط مش كتير يعني، تمام، وديت ايه بهارات السمك. نفس الخلطه اللي انا حطيتها في قلب التخديعه دي اسمها قلب التتبيله، حطيتها فين؟ هنا. بس زياده البيكنج باودر. ليه بقى انا حطيت بيكنج باودر؟ البيكنج باودر عشان يخلي الايه السمكيه اللي في ايدينا دي اللي انا بعملها دي، اللي هو الديل، يبقى طري، ما يبقاش ناشف قوي، ما يجرمسش مننا، يبقى اللحمه كده طريه كده وحلوه.
بس طبعا انا ما كملتش بيه السمك بتاعنا، لا هو كان قرب خلص خلاص، كان فاضلش فيها حبه صغيرين، وانا زودت شويه دقيق وحطيت الكمون وحطيت ملح، تمام، وحطيت كزبره وقلبتهم في قلب بعضيهم، وحطيت برضو الكركم وقلبتهم في قلب بعضيهم، وعملت بيهم السمك الكبير. الحته ديت ما جاتش، تمام. هنا بقى حطينا الزيت على النار لحد ما قدح زي ما انتم شايفين كده، ونزلنا بالسمك بتاعنا، سمك التعابين زي ما انتم شايفين كده. دول عيال زباله بره، محدش دعوه. بصي احمرت اهي من هنا ومن هنا، بصي جميله ازاي اهي. طبعا قطعت السمك دوت، بس يا ريتني ما قطعته بصراحه، يعني كنت خليته سليم كده كان احسن. بصي المره الجايه ايه هخليها سليمه زي ما هي ومش هقطعها. هجيبه تاني لان الراجل قال لي يا ماما هاتلنا تاني منه، قلت لهم اوكي. بصي ما جاتش الصوره اللي قلت لكم عليها، ما جاتش تتبيله، ما جاتش لان الظهر اذن والتليفون فصل. الظهر اذن والتليفون فصل، فساعة ما كنت بحط الدقيق للسمك البلطي الحته ديت ما جاتش، فمش مشكله بقى. هنا نزلت لكم بالسمكيه ديت بدون ميه، بدون ميه. ادي الميه هي ميه ساقعه، ونزلنا بالسمكيه بحالها في الميه الساقعه، ونزلنا بيها فين؟ في الزيت، تمام. عايزين نجرب بقى اللي هي بالميه ناشفه ولا اللي من غير ميه ناشفه. لقيت اللي بالميه ناشفه اكتر من اللي هي مش في الميه. احنا بنحب السمك يبقى ماسك نفسه، يبقى ناشف كده وحلو، تبقى القشره بتاعتها من فوق كده بتقرمش كده وجميله. بصي ديت ناشفه والتانيه مش ناشفه، فاضطريت ان انا اعمله كله ايه بالميه. احط في الدقيق واطلع من الدقيق زي ما انتم شايفين كده، واحط فين؟ في الزيت اهي. بصي من الدقيق للميه ومن الميه للزيت اهي، كان جميل وتحفه كده بصراحه. بصي السمك بتاعنا الحلو الجميل اهو، وادي السمك بتاعي كله البلطي خلصته كله مع نفسي، وادي الرز الحلو وطبق سلطه، وبالف هنا وشفتشي. وبالله عليك لو ما كنتيش في القناه بتاعتي اعملي اشتراك على القناه بتاعتي وسبسكرايب وفعلي الجرس عشان يوصل لك كل جديد، ماشي. لو ما عجبكيش الفيديو ما تعمليش لايك، اعملي اشتراك. مش هيخسرك والله العظيم لو عملتي لي اشتراك. بالله عليك يا شيخ لو انت اول مره تشوفي القناه بتاعتي اعملي اشتراك وسبسكرايب وفعلي الجرس عشان يوصل لك كل جديد. بنزل حاجات كويسه ومحتويات كويسه وحاجات بسيطه وحاجات سهله جدا. يعني بص السمكيه عامله ازاي، ملحمه وطريه وجميله من جوه، من بره مقرمشه ومن جوه طريه كده وحلوه، مش عايزه اقول لك يعني. وكانت طعمها حلو، والتتبيله بتاعتها كانت طعمها حلوه جدا، الخلطه بتاعتها كانت حلوه. طبق سلطه حلو كده. يلا اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو اخر.